مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل مايونيز صيامي، يعني مايونيز نباتي مفيهوش بيض. المقادير بتاعتنا: نص كوباية مية، معلقة كبيرة ونص خل أبيض، وزيها معلقة كبيرة ونص عصير ليمون، نص كوباية زيت زيتون أو برضو ممكن زيت الذرة أو الكانولا. دي بطاطساية متوسطة، أنا قشرتها الأول وسلقتها في مية لحد ما استوت خالص، وبعد كده صفتها وهرستها كويس قوي ناعم، ومعلقتين كبار نشا، وربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة مستردة بودرة وممكن استبدالها بالمستردة العادية، ربع معلقة ملح. تعالوا نشوف ازاي هخلط المقادير. اول حاجة هعملها هحط المية اي حلة صغيرة كده واحط عليها النشا. المية دي طبعا ساقعة، واحط عليها المستردة والفلفل الاسود والملح. قبل ما احطها على النار هقلبها الاول، بعد كده على نار عالية احط النشا واقعد اقلب باستمرار لحد ما النشا يستوي، يعني تدخن معايا شوية. لازم اقلب على طول. هي كده زي ما احنا شايفين تخنت خالص، لازم اتأكد انها غليت اهي. وهي سخنة احط عليها البطاطس على طول ومعاها ليمون. بعد كده احطها في الخلاط. بعد كده ابتدي اشغل الخلاط واضيف الزيت والخل بالتبادل، يعني بشويش كده لحد ما تخلص الكمية كلها مع سرعة متوسطة. هي كده خلصت، انقلها على طول في العلبة. بعد ما صبيتها في العلبة هحطها في التلاجة تقعد لحد اسبوع. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.